عقوبة كهرباء. مش هزهق ان انا اتكلم في الموضوع ده، هفضل اتكلم عليه. يمكن في حد من اتحاد الكورة او لجنة الانضباط ضميره يصحى، يمكن، مع اني اشك. كهرباء يوم 21/1، يعني النهارده كده احنا كملنا شهر بالتمام والكمال. كهرباء قال الفاظ ضد جماهير نادي الزمالك، جاء الفاظ خارجة مفروض يتعاقب عليها، لم يتم معاقبته، وللأسف لن يتم معاقبته، لأنه بيلعب في النادي الأهلي، اللي هو الأهلي فوق الجميع، فوق مصر وفوق اتحاد الكورة وفوق كل الأندية. وأي لاعب في الأهلي يشتم ويخبط ومحدش يقدر يشتكيه، ولا حد يقدر يعاقبه، ولا حد يقدر يوقفه. لكن لو عبد الله جمعة ولا شيكابالا ولا إمام عاشور قالوا بم، على طول العقوبة 12 ماتش، 8 ماتشات، 4 ماتشات، إيقافات على طول. إنما كهربا محدش يقدر يقف قصاده. الأهلي يخرشم وشه تلاقي كله يخاف ويرجع لورا. أنا عايز أسأل سؤال واحد فقط: لو النهاردة أي لاعب من نادي الزمالك في ماتش الأهلي الجاي وقال نفس الألفاظ اللي قالها كهربا، هتعملوا معاه إيه؟ هتقدروا تعاقبوه؟ يبقى انتوا كده بتدعوا للالفاظ الخارجه ان الناس اللعيبه تقولها، لان انت ما عاقبتش كهربا، فبالتالي بتاع الزمالك لما هيجي يقولها فمش هتقدر تعاقبه. يبقى انت بايه بتعمل ايه؟ بتعمل عدم انضباط في الكره في مصر، عدم انضباط ما بين اللعيبه. انت بتخرب الرياضه، بتخرب اللعيبه نفسها. واللي عمل العمل ده لما مش هيلاقي عقوبه هيعمله تاني وتالت ورابع، وبقيه اللعيبه هتعمله. يبقى انت عملت اختلال في تنفيذ العقوبة، وبالتالي انت بتخرب. انت كده بتدرش، انت كده بتخرب. عقوبة الكهرباء لابد منها يا جماعة. انا عايز بس كمان اتكلم في موضوع يخص كهرباء عمل لقطة كده مع ولد اسمراني جميل في ماتش القطن الكاميروني. كويس. جاب الولد الصغنون ده العسول وراح ايه يتصور معاه. كل لغايه هنا كهرباء نسقفوا له. بس في بقى تكملة اللقطة حاجة مش لطيفة. الواد هو بعد ما اتصور معاه بيعمل كده الكهرباء، بيشاور له على التيشيرت، يعني بيقول له ايه: لو سمحت هات التيشيرت. كهرباء طنشه وما عبروش وسابه. بصوا على الفيديو وشوفوا. طب دي اخلاق يا كهرباء؟ يعني الواد بيتصور معاك وفرحان بيك، يا عم اديله التيشيرت. يعني هو الولد العسول ده يعني ما يستحقش التيشيرت؟ الولد فرحان بيك وجاي يتصور معاك وعايز التيشيرت بتاعك، اديهوله يا عم. ليه كده يا كهرباء؟ ليه تكسر بنفسية الولد وتزهقه؟ يعني التيشيرت ده يعني غالي قوي، يعني يا عم اديهوله. راجل عايزه اديهوله. ولا انت اهم حاجة عندك اللقطة، ان انت اتصورت معاه ونشرت الفيديو وكهربا ولقطة جميلة، لكن اللقطة الحقيقية انك رفضت انك تدي للولد العسول ده الاسمراني التيشيرت بتاعك وكسرت نفسيته. هو ده كهربا، بتاع لقطات بس، لكن كلها شو شو شو، لكن من جوه فاضي.